الناس اللي كانت مستنية طرح الأراضي والشقق والفلل للمغتربين والمقيمين خارج مصر، المصريين المغتربين والمقيمين خارج مصر. طيب أولا هنبتدي بالطرح اللي هو الأراضي اللي هي بيت الوطن، نازل 2974 قطعة أرض في 13 مدينة جديدة. كراسة الشروط هتنزل من يوم الأحد يوم 12 يناير 2025، وهنبتدي التحويلات المقدمات من يوم الثلاث يوم 14 يناير 2025. ال 2974 قطعة أرض دول نازلين في المدن اللي هنقولها حالا: القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو، وأكتوبر الجديدة ودي منطقة غير 6 أكتوبر، وحدائق العاصمة ودمياط الجديدة والسادات و15 مايو، وعندنا المنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة. دي المناطق اللي نازل فيها الطرح، وهنسيب لكم في التعليقات، أو لو أنت مهتم بموضوع بيت الوطن اكتب لنا تم في التعليقات، واحنا هنبعت لك PDF بكل المناطق، وكمان ايه شروط الحجز وازاي تحجز بكل سهولة زي ما هنقول لكم في الفيديو ده. والاهم من كده ان اول ما تنزل كراسة الشروط هننزل لكم فيديو نوضح فيه كل المناطق وايه الشروط وايه الاسعار وكل حاجة. وطبعا في الحجز بيت الوطن مش زي الحاجات اللي هي شقق محدود الدخل ومتوسط الدخل. في الحجز هنا الحجز بأسبقية التحويل، اللي سبق أكل النبأ. لو حولت الأول هتحجز الأول، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب إزاي أقدر أحجز قطعة أرض لبيت الوطن وأنا مغترب بره مصر وقاعد بره مصر وعايز أحجز بسهولة كده والدنيا تبقى بسيطة معايا؟ رقم واحد، انت هتخش على الموقع بتاع الهيئة اللي احنا هنسيبه لكم في التعليقات، او سيب لنا تعليق عشان خاطر نبعت لك الموقع ده، او بعت لنا على الخاص وهنبعت لك برضو الموقع اللي تسجل عليه. يبقى اول حاجة لازم تسجل على موقع هيئة المجتمعات العمرانية. وانت بتسجل لازم نقطة مهمة جدا ان الايميل ده يكون متفعل، الايميل اللي انت هتسجل بيه يكون متفعل، البريد الالكتروني اللي انت هتسجل بيه يكون متفعل وانت فاتحه باستمرار، عشان ده اللي هيجي لك عليه الاشعارات والايميلات اول باول. رقم اتنين، هتنزل كراسة الشروط يوم الاحد، عايزك تقراها كويس جدا وتعرف الاماكن اللي تناسبك والمساحات والاسعار وترتب امورك على كده، وتخش على طول تحجز قطعة ارض من على موقع الهيئة. مع العلم ان قطعة الارض اللي انت هتحجزها مثلا وليكن في مدينة القاهرة الجديدة هحجز في الحي السادس قطعة رقم كذا، فانا بحجز القطعة دي بنسبة 99% الحجز ده هيكون فيك، يعني هو مجرد بس حجز ان انا عشان اخد كود اروح احول عليه المقدم الحجز، اللي هو غالبا بيكون من 50 ل 55 الف دولار. طبعا الكلام ده كله هنعرفه اول ما تنزل كراسة الشغل. يبقى رقم واحد بسجل، رقم اتنين بخش اعمل حجز على الموقع على قطعة ارض بعينها، رقم تلاتة بيجي لي كود حجز، رقم اربعة يوم التلات يوم 14 بجري على طول احول على كود الحجز ده لحساب هيئة المجتمعات العمرانية. التحويل بيكون بالدولار من خارج مصر، وبعد ما بعمل التحويل دوت والكود بتاع الحجز برفق الاتنين وبرفعهم على الموقع، وبستنى بقى في خلال طبعا الحجز بيكون زي ما قلنا كده بأولوية التحويل، أولوية التحويل. وبياخد البنك المركزي بياخد التحويلات دي كلها بيصنفها وبيرتبها، وعشان خاطر أول يوم الحجز مع الموقع بتخش بالرقم بتاعك وتبدأ تحجز قطعة. وزي ما قلنا 99% القطعة الأولانية ما بتكونش ممكن حد يكون سبقك وهو اللي اختارها يعني. فبتختار القطعة اللي تناسبك وبكده تكون رسيت عليك وبيجي لك ايميل طبعا بالقطعة اللي اتحجزت. وبالنسبة للناس اللي الحظ ما حالفهمش في ان هم ياخدوا دور، احنا بننصحهم ما تسحبش الفلوس بتاعتك وسيبها، لان غالبا برضه بنسبة 90% بيكون في حاجة اسمها حجز تكميلي بتنزله الهيئة عشان الناس اللي حولت فلوس وما ساعدهاش الحظ ان هي تقدر تحجز، فبينزلوا لها اراضي تانية ممكن يكون حاجة تعجبهم منها فيقدروا يحجزوا، بيكون الأولوية في الحالة دي للناس اللي كانت سابت فلوسها. أتمنى الفيديو يكون واضح وبسيط، وإن شاء الله احنا هننزل فيديوهات تانية
بعد كراسة الشروط ما تنزل. التوفيق للجميع. كان معاكم خالد عبودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.